الجزائر شو تعني لك؟ الجزائر كأنها الأم الحنون اللي دائما تشتاق لها، يعني بحلوها ومرها، وتحبها دائما تشوفها. لما تمشي البلدان مثلا فيها حاجات جديدة ويمكن تجسيدها في الجزائر، نقول لما لا. فدائما كاين ذاك الحنين انك تحب ترجعها في مكانة كبيرة، يعني ولو يكون عندك المصير والقدرة انك نعملها. لكن حاليا ممكن نساعد بلادي بالافكار ولا الفيديوهات فقط، الناس تشوف تاخذ فكرة تطبقها. لكن اني نقوم بحاجة، عندي افكار كثيرة. يعني الجزائر فيها ثلج، فيها البحر، فيها جبال، فيها السهول، فيها صحراء الرمال، وفيها صحراء صخرية زي العلا واجمل من ذلك. سبحان خوتنا السعوديين، لكن صحيح حقيقة جميلة جدا. تشوف فيها حاجات الإنسان البدائي تاع الماضي، كيف كان يكتب العصر الحجري، الحجارة، أمور ما زالت لحد الآن رسومات. فتشوف بلد جوهرة فيه كل شيء. لما تعيش في الجزائر تعيش في مجتمع كيف نقول قريب من بعض البعض، وعندنا كثير خصوصيات اللي ما تلقاهاش في الدول الثانية. اجتماعيين كثيرا، نحب نفرح، نحب نتعب نعمل، نحب دائما يكون اسم الجزائر دائما يعني في العلالي. نحب بلدنا، نحب وطننا. ولما نخرج من الجزائر نحكي على الجزائر أكثر من لما نكونوا فيها في الداخل. فتبقى دائما في قلبك. مش عارف إلى الجنسيات الأخرى نفس الشيء أو لا،